كان في قرية زمان ساكن فيها راجل عجوز وست عجوزة عندهم بقرة وفرخة. البقرة دي بتجيب شوية لبن والفرخة دي بتجيب شوية بيض، وأهل القرية بيقيدوهم بياخدوا اللبن والبيض ويجيبوا لهم أكل. في يوم من الأيام البقرة والفرخة دول ماتت. الراجل والست دول قعدوا يتذمروا كتير قوي ويقولوا ليه كده يا رب، دي الحاجة الوحيدة اللي بتجيب لنا القوت بتاعنا. في يوم هجم التتار على القرية دي. التتار لما هجم على القرية دي كان في من صفات التتار إن هو بيبيد كل كائن حي في القرى اللي بيخشها أو المدن اللي بيخشها. موت كل الناس طبعا اللي قابلهم أو الحيوانات أو اللي هرب ما عدا الراجل والست دول، لان هم ما شافوهمش، لان ما كانش في اي دابه بتثبت للتتار ان في حد يسكن الكوخ ده او العش ده. فسابوا الراجل والست دول عشان ما شافوهمش ومشوا لحد ما جه الناس التانية اللي هي هربة من التتار برضو تسكن البلد دي وتعمرها. فلما دخلوا البلد دي لقوا الراجل والست دول، فابتدوا يعالجوهم ويصححوا لهم صحتهم وخلوا الراجل والست دول هم حاكمين المدينه. يعني القصه هنا كانت بتحكي ان تدبير ربنا في حياتنا بيبقى مختلف تماما عن فكرنا احنا في حياتنا. كل مدير رفضك، كل حد زعقلك، كل مشكله قابلتك، كل امتحان سقطت فيه، كل حاجه وحشه حصلت في حياتك هي ممكن تكون سبب ان انت بعد كده تكون امير او تكون ملك. احنا لما يجي لنا مشاكل في حياتنا يبقى طبيعي ان في مشاكل في حياتنا، واحنا ناخد الموضوع ده دايما بالمنظور الايجابي ليه، بان احنا نبص للحياه دي ان هي بتعمل حاجه عشان تاخد حاجه، لان هي مش هتفضل سالكه على طول، ومش هتفضل حلوه على طول، ومش هتفضل منوره على طول. صباح الفل. انا عايزك انت بس تعمل لي كومنتس هنا على طول عشان اطلع لك انا تاني كل يوم.